هو كيخدم من هنا وكيقولوا لي هاد السيد هذا روشيرش. متتبعي جريدة طاكسي تي ننقل لكم بالصوت والصورة مباشرة من قلب مدينة مكناس بالضبط في المنصور. جينا عند هذيك السيدة ديال هذيك المقهى اللي كيتمنى شي كلمة عندها، وقعت لها واحد الكارثة في المقهى هي غادي تعطينا علاش غوتات لينا. السلام عليكم اختي. السلام عليكم خويا طاكسي تي في. جريدة طاكسي تي في. خويا تعرضت البارح للهجوم، ماشي غير هجوم واحد، عدة هجومات، وهذا السيد عاطي التعليمات ديالو، السيد الوكيل المحترم عاطي التعيينات ديالو بناء على اساس روشيرش. يعني هذا السيد هذا ما مقبوطش. شكون هذا السيد؟ هذا السيد هذا الابن لوسي مصيفط ليه لولدو اللي كان في الحبس، كانت ديجا تهددت به بعد المنابر داك المنابر الاعلاميه. يعني قالوا بناء على اساس يخرج هذا الولد هذا الابن ديالهم، تهددت به بان يحنك ليه، يضرب ليه وجهي. بعض المصطلح هادو هضروا قالوا بان يحنك ليه وجهي. يعني السيد جا تهجم علينا الهجوم الاول على اساس تيقولنا بان الاب ديالو باغي له الحبس، وعندنا كاميرات المراقبه فيها الصوت هذا. يعني انا كنت انا كاين ما نوصلش نضرب المراه. سمحي لي نقاطعك. ديك الساعه فاش جاي السيد مهجم عليكم هنا في وسط القهوه، واش كانوا الناس هنا حاضرين؟ شنو كان؟ كانوا شي 3 الكليان منهم واحد هنا كليان عندنا. كان شي ماتش ديال الكره؟ لا هذاك النهار بالذات جاي كيهضر معنا هي ويدي. والهجوم الثاني تهجم علينا، هرس لنا التلافز وجرى على الكليان هنا بجوج سيوفه، وسرق التليفون ديال السيد اللي هنايا، وهرس لنا جوج ديال التلافز هذيك الساعه. وكيقول وضرب الخدامه وداكشي كيهددهم. كان ديك الساعه شحال كانت الساعه؟ هذيك الساعه ديال نهار 2 في شهر 6 كانت جوج نيشان قل الوحده و58 دقيقه. داكشي باش وقع لكم داكشي؟ والبارح تعرضت للهجوم ديالي من البارح في البارح عاوتاني فاش كانوا لاعبين المنتخب. يعني فاش دوزو هذيك البروميير ميطال الاولى، وكانوا الناس هنا كانوا الناس مساكن، ولو كنتعرضوا لهجوم الناس تيجيو كيتعاطفوا معنا، حيت المحل ديالنا غير باش توضحي للناس ديال القضاء والناس المسؤولين على القضاء. فاش جاو هذوك هاجمين عليكم السيوبه، واش كانوا الناس هنا؟ كانوا الناس وراه عندي كاميرات المراقبات. الناس كي دايرين خايفين منين شافوا السيد هز السيوفه. الناس كاينين اللي عندهم مرضين تيتخزنوا لي حاجه في الطواليط، كاينين الناس اللي كيدافعوا باش يخرجوا للزنقه. انا بالخرجه باش نخرج تنشوف السيد تيضرب الراجل ديالي بجوج ديال الجناوه، منو قطع له السبعان ديالو وضربوا لبلاصه الناظر عنده 12 الغرزه. وراه دابا راه نعس محمد الخامس حاجه كيتقيا غير الكشكوشه، حيت كنت طالعه به للمحكمه ديال الاستئناف. ومنين بدا كيتقيا ديتو لمحمد الخامس قبطوه باش ينعس. شنو هما الخسائر اللي تعرضتي بها بالمقهى هذا؟ الخسائر الماديه دائما كنضيع في الوقيته د الماتش. البارح شنو هما الخسائر اللي تعرضتي؟ خسائر ماديه ومنو الراجل ديالي كنت غنفقدو، يعني انا راه عندي 2 وليدات ودايجا تهددت بالقتل، ماشي هذا اول مره. يعني انا كنقول نداء الناس المسؤولين اللي عندهم حب الله في قلبهم، بنتكم زكيه لا الا ماتت اليوم ها انتم شهاده ديال الدنيا وشهاده الاخره. راه ماشي المرض اللي كيقتل، راه كثرت الضغوطات اللي كنعيش فيها مع هذا المجرم، هذا حاجه نقول بنادم
هذا حاشا نقول مسلم، انا كنوكل عليه الله سبحانه وتعالى. درنا محل باش ناكلو منه طرف الخبز، غير مكري صلحتو وبينتو تيقول لك حقي تما، ديالاش حقك تما؟ مشى دعا خوه، فاش دعا خوه خلي القضاء يدير خدمته. يعني انت كتقول لي انا يدي طويله، انا مازال كنقولها يدي طويله هو الله سبحانه وتعالى. والله ينصر سيدنا، الله ينصر أسرة العلوية، الله ينصر سيدنا. وندائي مازال غنكتب شكاية لعندو، حيت هاد الشي هذا فات الحد، ماشي غير شكاية وحدة، ماشي غير جون. يعني هاد السيد طاغي معدي، والناس كلشي كيقولوا اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. لو كنت انا يهوديه ما نستاهلش هاد الظلم اللي عايشه فيه دابا. انا عايشه في الظلم، وذنوب ولادي لامت كيبقاو على رقبتهم. عندي جوج وليدات، كنتهدد يعني حتى من ناحيه كنغوت الامن. يعني ماشي داك الساعه فاش تنتصل بهم حتى كنلقى راسي فريت وفيت. انا ندائي مديريه الامن، الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير. النيابه العامه ضربات، الله يجازيك بخير. وكاين حتى الناس ديال المكناس راه كاين مازال نطلبهم. شكايتي راه عند الوكيل الملك، وكيل العام المحترم. طلعت لعندهم نفس النهار اللي كتبت الشكايه الوكيل العام، كتبت شكايه لوكيل الملك الابتدائيه، وما كيخليونيش باش ندخل عند واش مكناس، الله يجازيهم بخير. ما كيخليو، انا بغيت شخصيا ندخل عند وكيل الملك شخصيا، ما كيخليونيش ندخل. انا هيك يشوفوني ما فهمتش، انا ما عرفتش راسي. حيت كاينه واحد السيد تما موظف د المحكمه، يعني ديجا كنت كتبت به شكايه النيابه العامه وتفاعلت معايا، وصيفطات لي واحد الميساج في التليفون ديالي. قام البحث ديالو بين هاد السيد هذا على اساس دفع لي شيكات باش دفع لي شيكات في ناحيه الطبالي والكراسه د لاطيراس والتلافز. شريتهم من الشركه، لا داعي ندير السميه ديالها، وعندي الورقه الشيكات. الا قال هاد السيد ما دعمنيش بالشيكات عندي الورقه، شكون اللي كيخلص؟ تعرضنا للهجوم في ال10 ايام الاولى اللي حلينا، تعرضنا بهاد الموظفين. كاينه اداره الشجون، كاينه اداره البلديه، كاينه اداره لامينيتير، كاينه اداره المحكمه. معمد عليا بالموظفين، جمعهم ليا باش تيضغطوا عليا على اساس يدخلوا روجيس كوميس. منهم حطهم شهود، والسيد اللي تحكم لي الملف تا هو حطو شهود. وفي نظر فاش كنت كتبت شكايتي لمديريه الامن، تقام بانه هو متهم وتهجم على امراه وضربها وتهجم على ملك الغير. يعني راه ماشي حنا حالين محل عشوائي، راه بالقانون ديالو وبالورقات ديالو ومسيرين كلشي. ما خلاوناش نخدمو، ما خلاوناش. هذا محل ملك كناكلو طرف الخبز والناس ياكلوا معنا طرف الخبز، ما خلاوناش حتى كيديروا نخلصوا الناس الجمعيه. عاد خلصتها نهار الاثنين، وفاش نخلصها راني كنت عند البوليس، وغوتوا لي عند البوليس وقلت لهم ها انت راه تابعاني التزامات، راه تابعين لي كريديات. مولات الدجاج لحد الان بابي كندرقها بكارطون. السيد الاولاني ولدو وهو اللي جايبو مهجمين عليا بالسلاح وبهذاك الماس مهجم عليا وباه كاين. وفي نظركم تيقولوا راجلي انا متهم. كاينين كاميرات على هذا؟ عندك اثبات؟ عندي اثبات ولا لقاوني ما عنديش الاثبات نتحمل المسؤوليه ديالي، واية عقاب حكمتوا عليا انا مستعده نأديه. يعني انا كنهضر معكم بهاد الهضره اللي كنهضر، كل وثائق وكل دليل وكل ورقه وكل شكايه كنثبت عليها فوقاش مشيت وفوقاش دخلت عند شي واحد وفوقاش مشيت عند شي مسؤول. انا اصلا البوليس يعني داروا معايا على اساس المنتخب البارح، كانوا على اساس يعني اتصلوا ناس الله يجازيهم بخير من هذا المنبر، اتصلوا بموالي
اللي قابط المنطقه تلقاني شخصيا في الدائره اللي تابعه لها وهضر معاهم بلا باقه. هاد السيده هادي خصكم تخدموا، يعني راها بنتكم ومواطنه مغربيه وعندها الحق، يعني تجي تدخل ايات اداره تعاملوا معها. ما كنت انا ما كنضر حتى واحد، انا طالبه حقي، ما طالبه حتى شي حاجه، ما طالبه فوضى، ما طالبه حتى شي حاجه. انا باغا نتبع هي المسطره القانون، المصدر القانون. انا متبعه القانون ديالي، وانا ما كنقولش القانون ما كاينش، كاين القانون في البلاد، كاين القانون بالبلاد. ولو هو كيتحكر عليا راه كل حاجه كتجمع عليه، راه كل خسائر الماديه كتجمع عليه. هو الاب ديالو والام ديالو عندي صوت وصوره كتدعي كتعايرني، ها هو جاي يهرس لامكم القهوه ودفعتو، راه وصيتهم راه عند البوليس. وقال لي شكون هاد السيده هادي اللي قالت هاد الهضره، واين الدائره اللي وقع لك. وديجا هاد ولد اللي هرس لي المحل ديالي حاشاك حيد عليا الملابس ديالو امام الملأ، وانا كاريه فوق الدار اللي الفوق وصورتو، يعني باش انت هاد السيد هادو راه فاتو. يعني كنقول الا هو كيقول لك انا القانون في يدي، انا عندي ثقتي اللي كيحكم بلادنا كامله، وثقتي في الناس المسؤولين الكبار كيخدموا بنزاهه، وكندخل عندهم واحتراما ليهم كيتعاطفوا معايا وكيحسوا بيا وانا مهدده للقتل. يعني انا كنحمل مسؤوليه كنخليها لك تقليد على رقبتك. الا مشيت وقعت لي شي حاجه ما نسمح لكش اخويا، الا ما لحتي هذا الفيديو هذا ديالي على اساس معرضه للقتل، راه ما هنموتش، غيموت ديال يعني الله راه بكثرة الله يجازيكم بخير. وانا لا ما داروش معايا حل. اختي كاينين القضاء النزهاء في مدينه مكناس، وكاينين الناس اللي غادي ان شاء الله غادي يديروا تحقيق بهذا الشيء وغادي ياخذوا الحق ديالهم. اختي